السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم وبتنول من ناحيتكم شرف لينا. النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين الأول. بحلول شهر رمضان علينا. رب ينعاد علينا كلنا الأيام بالخير يا رب واليمن والبركات. يا رب دايما نبقى متسامحين في حياتنا، مفيش حاجة بتحوش مننا حاجة وحشة للي قدامنا. يا رب دايما نبقى نتمنى الخير لغيرنا. ويا رب فيديوهاتنا تعجبكم. النهاردة هنتكلم عن طريقة جديدة لعمل اللحمة. يلا بينا نشوف أول وصفات للحمة هنحتاجها هي ايه. النهاردة هنتكلم عن حاجة في مطبخنا البسيط. هو بسيط شوية، مفيش فيه أي تكاليف، مش بنأفور في الأكل كتير، احنا بنعمل اكل يقدر اي بيت ان هو يعمله، ما بنرضاش نكتر كتير. احنا كلنا كل واحده فينا عارفه مصاريف بيتها بتمشي ازاي، وعارفه بتعرف تمشي بيتها ازاي. فاحنا بنتكلم عن كل واحده هتعرف تمشي بيتها ازاي باقل التكاليف. ممكن بس نشتري كيلو لحمه، ممكن نعمل منه كذا صنف يعني، مش صنف واحد بس. فيلا بينا نتكلم عن اول صنف هنعمله النهارده من الكيلو اللحمه. خدنا منه جزء وهنعمل منه الوصفه اللي احنا هنقول عليها. اول حاجه هنحتاجها معانا هي بطاطسايه ومخرطينها ونقعينها في ملح وميه، وهقول لكم ليه الوقت احنا حاطين فيها ملح. ومعانا هنا كوستين قشرناهم وقطعناهم، ومعانا طبق من البسله صغير، ومعانا هنا جزرايه مخرطينها، ومعانا هنا بصلتين مقطعين بس يعني يا دوبك. فتحنا البصله 4 وبعد كده خرطناها، ومعانا 3 فصوص من الثوم. والبهارات اللي احنا هنحتاجها ملح، بهارات لحمة مشوية، وكمون وفلفل أسمر وتوم بودر وكمون وكزبرة وفلفل أسمر، وكاري وملح. دي البهارات اللي احنا هنحتاجها مع بعض. يلا بينا بقى هقول لكم ليه دلوقتي احنا نقعنا البطاطس بتاعتنا في ملح. اولا احنا نقعنا البطاطس في الملح لان البطاطس بتاعت الجديده ما بتاخدش سوي معانا خالص، مجرد ما بنحطها على النار تقريبا بتقعد 10 دقايق بس. فاحنا عشان خاطر نسيبها تاخد في السوي شويه بنحط فيها شويه ملح، عشان خاطر تبقى البطاطسايه معانا تاخد على النار شويه، ما تتهرش مننا بسرعه. فالوقت بقى احنا هنغسل البطاطس من الملح عشان خاطر نعرف نظبط ملح الاكل بتاعنا. هنغسل البطاطس من الملح ونرجع نوريكم يلا احنا هنبدأ ازاي. وهنا انا كنت بسلق اللحمه بتاعتنا اهيت، انا مولعه عليها من بدري عشان خاطر احنا عايزين نديها بس نص سلقه بس، مش سوي كامل. لا احنا عايزين ناخد بس منها شوربه لو احتاجناها، وعايزين نديلها بس نص سلقه. هنا حطينا عادي، شوحنا اللحمه وحطينا عليها بتاع الميه، وحطينا عليها شلنا الريم من عليها، وبعد كده زودنا البهارات. حطينا بصله، حطينا جزرايه وطماطمايه، بس ده اللي احنا حطيناهم والبهارات. هنسيبها بقى مع نفسها تاخد نص السوي عما احنا نجهز طبق الخضار بتاعنا. وهنا بقى خلاص احنا غسلنا البطاطس بتاعتنا كويس من الملح اهو. احنا غسلنا بس البطاطس بتاعتنا من الملح عشان خاطر نعرف نظبط ملحها. انما يا جماعة اللي هيعرف يحط الملح البطاطس بملحها عادي ويظبط الملح مع الاكل برضو عادي براحته. هنا حطينا البطاطس وحطينا الكوسة وحطينا البسلة، وهنحط الجزر. وهنا بقى هنزود البصل، هنسيب التوم بس هخرطه وبعد كده هحطه. خرط بس التوم اهو التوم. وهنا بقى احنا خلاص خرطنا التوم وحطيناه. هنا هنزود البهارات بتاعتنا. احنا هنا حاطين الملح، هنراعي ان الشوربة احنا حاطين فيها ملح، يعني احنا هنظبط الشوربة برضو بالملح بتاعها. وهنا هنزود معانا بس معلقة من العسل عشان خاطر هتدينا طعم. العسل يا جماعة زي ما احنا متفقين في تتبيلة الفراخ، العسل ما بيسكرش الأكل، العسل بس بيظبط طعمه وبيدينا لون حلو. اهو نحط بس معلقة من العسل بس اهو. وهنا كمان هنحط معلقة صغيرة خالص من الخل، معلقة صغيرة خالص اهو بس. وهنا هنحط 3 معالق من الزيت
بمقدارك انت يعني تبقي عارفة انت بتحتاجي قد ايه. الزيت هنا بس عشان خاطر لمعة الاكل بتاعتنا. وما تنسوش اصلا ان اللحمة فيها دهون، فاحنا عشان كده ما حطيناش زيت كتير. هنا خلاص احنا قلبناها مع بعض كويس خالص اهو. لازم نحس ان كله داب مع بعضه اهو. احنا هنا ما حطيناش ولا صلصة ولا ليمون زي تتبيلات الفراخ، لان دي لحمة مش محتاجة ولا صلصة ولا ليمون ولا كاتشب، مش محتاجة بس غير نطرة الخل ومعلقة الزيت والثوم ومعلقة العسل. بس هم دول اللي احنا محتاجينهم. هنا بقى خلاص احنا هنستنى اللحمة تاخد نص السوية بتاعتها، وهنسيبها تتبل معاه. احنا بالظبط هنعمل العملة ديت حوالي الساعة 3، وهنسيبها بقى تاخد كمان ساعة كده. هنبدأ نولع عليها الفرن الساعة 4. يلا هستنى بقى هوريها لكم تاني اما نحط اللحمة عليه. وهنا بقى عم اللحمة بتاعتنا تكمل تاخد نص السوية بتاعها، يلا بينا نعمل الخشاف. احنا جبنا معانا جبنا معانا هنا كوباية ونص من القمر الدين، حطينا عليهم كوباية مية سخنة قوي قوي، يعني مغلية خالص عشان تفك. هو كمان لسه ما فكش معانا، هنسيبه كمان حبة يفك مع نفسه. وهنحتاج مع بعض هنا المشمشية وهنا التين والقراصية. يلا بينا بقى نبدأ نقطع مع بعض. هنقطع الأول أهو. هنقطع هنا المشمش أهو. هنقطعه حتت صغيرة عشان أنا عندي أطفال، إنما لو حد كبير يا جماعة اللي هياكل منه عادي قطعوه زي ما تقطعوه، إنما عشان أنا عندي أطفال فأنا بقطعها حتت صغير أهو. هو جميل أوي يا جماعة ومغذي أوي أوي للأطفال اللي بيبقوا يعني مبتدئين على الصيام. حلوة معاهم أوي عشان خاطر فيها يعني فيها كمية غذا، وهي كمان مسكرة. احنا هنا مش هنحتاج لسكر خالص، لأن كل الحاجة اللي معانا هنا فاكهة مجففة، والفاكهة المجففة طبيعتها بتبقى مسكرة أوي. فاحنا مش هنزود سكر عشان ما تبقاش يعني فيها نسبة سكر عالية معانا اهو. رمضان اصلا بطبيعته بيحبك دايما طول النهار واقفه في المطبخ بتعملي اصناف حتى لو بكميات قليله. يعني لو هتعملي حاجات قليله في رمضان بس كذا حاجه. طبعا لو في مقدرتكم مش بجبر كل حد ان هو يعمل اصناف كتيره، لا طبعا. لو صنف واحد ومادام احنا راضيين بيملى عننا جدا. الرضا ديت بتفرق معانا في كل حاجه. الواحد لما بيكون راضي بعيشته بتحلاله. مش عشان خاطر احنا مش بمقدرتنا فنتقدر على عيشتنا، لا بالعكس احنا ما بنرضى ربنا بيزيدنا من عنده بحاجات كتيرة قوي. ممكن يعني لو احنا ربنا مش رازقنا بالمال فرزقنا في صحة ولادنا، في صحتنا احنا. ربنا ما بيديش لكل حاجة كاملة، كل واحد حاجة كاملة لا. مقسمها علينا 24 قيراط، كل واحد فينا لازم ناخد ال 24 قيراط بتوعه. فمحدش يقول ربنا ما ادانيش كذا، لا بالعكس. نعمة الرضا دي في حد ذاتها دي أحلى نعمة في حياتنا. نعمة الرضا يمكن غيرنا مش طايلها. فنعمة الرضا ديت حاجة ما تتقدرش بفلوس، ده بتتقدر بس يعني الواحد اللي مش حاسس بيها هو ده اللي يعني يتوجع عنده أول إن هو ما عندوش نعمة الرضا. فالحمد لله على نعمة الرضا في كل حاجة، لازم نرضي بكل حاجة في حياتنا. يلا نخلص تقطيع المشمش ونرجع نكمل معاكم تاني القرص. وهنا بقى احنا خلاص خلصنا تقطيع المشمشية والقراصية والتينية. وهنا كنا احنا عاملين بلح مكسرينه ومبقلينه من قبلها بيجي بنص ساعة كده. مش طرى معانا قوي لان انا مش بحب الحاجة تكون طرية معايا طرية قوي، يعني في الاكل بحب فيها نسبة قرمشة شوية. فلو انتوا عايزينه يبقى طري عن كده كمان ممكن انتوا تعملوه يعني من الصبح بدري. معانا اهو البلح اهو. وهنحط بقى نطرة صغيرة خالص معاهم نطرة فانيلي. يلا بينا نكمل مع بعض. هنا بقى كان خلاص القمر الدين بتاعنا داب اهو. هنجيبه بقى كده عليه، وهنزود يعني معيار بقى ما انتوا هتحبوه خفيف تقيل براحتكم. هنزود عليه اهو كوباية من المية، وهنشوف لو احتاجنا هنحط تاني اهو. طبعا احنا كاتبين قمر الدين بميته السخنة عشان خاطر الحاجات اللي معانا برضو القراصية والمشمشية والتينية والبلح يطروا معانا بزيادة اهو.
كده اهو شكله معانا. ويا جماعة اللي عايز يعصر مانجا ويزودها معاه برضو طعمه بيبقى جميل جدا. اهوت هنزود بس نقطة معانا من الفانيليا تغير بس طعمه، انما احنا ما زودناش سكر معانا خالص، لان طبعا كل الحاجات اللي احنا حطيناها مع بعض ديت فيها نسبة سكر عالية اوي. كده خلاص خلص معانا اهو القمر الخشاف بتاعنا. هنحطه بقى في التلاجة لوقت التقديم براحتنا. برضو واحنا بنقدم هنبقى نوريلكوا تاني مع بعض. احنا عاملين خلطة فول سوداني عملناه، بس اديناله فرمة بس في المطحنة، وقلبنا عليه شوية من الجوز الهند وشوية من الزبيب، ووقت التقديم بس هنحطهم عشان مش ما بيبقاش مستحب ان احنا نزود الحاجات دي دلوقتي. يلا نشوف هنكمل يومنا ازاي. وكده خلاص كانت اللحمة خدت معانا نص السوي بتاعنا اللي احنا خلاص محتاجينه، عشان احنا هنكمل نص السوي تاني في الخضار بتاعنا. احنا هنا جبنا البايركس حطينا فيه نطرة من الزيت، وهنكب بقى فيه الخضار بتاعنا اللي احنا عملناه اهو. هتطلع معانا كمية كبيرة. هننزل بس التوابل بتاعتنا كده اهو اهو كده. الخضار بتاعنا اهو، الخضار اصلا لوحده هنعوز ناكله من غير اللحمة اهو. وهنبدأ بقى نرص اللحمة بتاعتنا في قلبها اهو اهو. احنا كل ده يا جماعة خلينا فاكرين مع بعض ان احنا ما سويناش اللحمة سويه كامل، لا احنا حطيناها بس تاخد نص سوي. استفدنا منها بالشوربة، ومنها كمان نعملها بقى بطريقة جديدة كده، حتى لو هي قليلة هتزيد معانا بكمية الخضار اللي هنعمله. وهنا بس هنزود كرنبين من الشوربة، وبعد كده نغطيها بورق الفويل. يلا نشوف مع بعض. وهنا بس احنا زودنا في كرنبين الشوربة اللي خدناهم، حطينا فيهم معلقتين من الصلصة اهو. الصلصة دي اختياري، عايزين تسيبوها زي ما هي بيضة كده ما يكونش فيها صلصة عادي براحتكم، دي اختياري يعني اهو. كده نحاول بس ننزل اللحمة اهو. مش بنجبركم ان انتوا تبقوا حاطين صلصة، لا الصلصة دي اختياري، عايزين تحطوها تحطوها، مش عايزين تحطوها براحتكم على حسب ما انتوا ما بتحبوها. اه هنا بقى نغطيها بورق فويل ونرجع نوريها لكم تاني. وهنا خلاص احنا لفيناه بالورق الحراري وهندخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية قوي. وما نبدأ نحس ان هي خلاص دخلت في السوي خلاص بقى مش هنقوم كاشفين عليها تاخد وش، وابقى اوريها لكم تاني لما تخرج من الفرن. واحنا يا جماعة هنا ما زودناش ملح غير اللي احنا حاطينه في التتبيلة بتاع الخضار، لان احنا رجعنا تاني خدنا من الشوربة زودناه، فما زودناش ملح تاني عشان خاطر ما تبقاش حادقة معانا، عشان خاطر احنا في صيام برضه، فالحاجة ما تبقاش طالعة مننا حدقة عالي قوي عشان ما نعطش كتير. هنا بقى هنحطها في الفرن ونرجع نوريها لكم. ويلا بينا نشوف هنكمل ايه تاني في فطارنا النهارده. الوقت بقى هنعمل مع بعض احنا حطينا الخضار بتاعنا باللحمة في الفرن، والله ما قادرة اقول لكم الريحة فظيعة، لو واقفين معايا فعلا هتعرفوا. انا بقول لكم اعملوا الطريقة دي ريحتها فظيعة جدا. الوقت بقى هنعمل مع بعض طريقة جديدة للرز. هنحط هنا معانا هنا معلقتين من الزيت، هنحط عليهم مكعبين من الزبدة اهو. مهم. ومعانا هنا كوباية من لسان العصفور اهو، هنحطه يتحمر معاها اهو، نسيبه يتحمر خالص كويس عادي. وهنا يا جماعة واحنا حطينا اللحمة بالخضار في الفرن، عملنا هنا لسان العصفور بالشوربة اللي كانت معانا، ودلوقتي هنعمل رز بلسان العصفور. يلا هحمر وارجع اوريكم تاني وهو بيتحمر.
وهنا اهو خلاص احنا خلاص حمرناه عادي كأننا بنحمره عشان هنحط عليه شوربة اهو. وهنا حطينا كوباية لسان العصفور، هنحط عليها كوبايتين من الرز بتاعنا العادي المصري مش بسمتي ولا حاجة. كوباية يبقى كوباية من لسان العصفور، هنحط عليها كوبايتين من الرز المصري اهو. ده شكله اهو، نحمره عادي خالص. وبيفرق يا جماعة من نوع لسان العصفور من نوع لسان العصفور. في لسان العصفور بتحمره قدامك وتيجي تزود عليه الشوربة بتلاقيه بيبيض معانا، وفي لسان العصفور العكس لما بنحمره بيطلع لونه مظبوط معانا زي ما احنا عايزين. فالوقت اهو احنا حمرناه اهو، ده شكله اهو معانا لونه اللي احنا محتاجين كده. هنزود بقى هنا، احنا من شوية اول ما بدأنا حطينا مع كوبايتين من الرز ونقعناهم وصفينا عليهم. هنا بقى هنزود اهو، هنزود تاني، هنزود بقى الرز على لسان العصفور اهو، بس لازم يكون متصفي كويس اهو. اهو هنقلب بقى، هنشوحهم كويس قوي مع بعض. مش هنزود غير الملح وشوية كزبرة بس، مش هنزود أي بهارات تانية. كزبرة يا جماعة بتفرق معانا خالص واحنا بنشوحها. يلا احنا بنشمع الرز من الزبدة والزيت اللي احنا حاطينهم، لازم نتأكد كويس ان هما بيتشمعوا مع بعضهم واحنا بنشوحهم. وهنا بقى هنحط الملح بتاعنا بس مش هنكتر قوي عشان خاطر احنا هنزود لسه الشوربة بتاعتنا. هنحط بقى معلقة الكزبرة بتاعتنا، كزبرة بس يا جماعة، احنا حاطين كزبرة عشان خاطر الريحة، احنا مش عايزين نحط بهارات علشان خاطر البهارات هتغمق لنا حباية الرز زيها زي لسان العصفور. لا احنا عايزين حباية الرز تفضل بيضة زي ما هي. احنا حاطين هنا الكزبرة عشان بس تدينا ريحة بس. وهنا اهو هنحط بقى نزود الشوربة بتاعتنا بس لما نتأكد كويس ان هما اتشمعوا مع بعض اهو. اللحمة غالية يا جماعة ومش عايزين نرمي منها شوربة خالص. احنا النهاردة استنفعنا بالشوربة باللي احنا عملناها من اللحمة، خدنا منها لسان العصفور زي ما احنا قلنا مع بعض اهو. وعايزين لو احنا ادينا له غلوة واحدة بس عايزين نزود شوربة تاني واحنا بنغليه قرب الفطار عادي ممكن نزود كمان كرنيه. وهنا اهو بنشمع الرز بتاعنا خالص اهو بالملح والزبدة بتاعتنا اهو. هنشوح فيه تقريبا قيمة حوالي 5 دقايق كده. وهنا خلاص احنا شوحناهم اهو مع بعضهم كويس. الرز اتشمع معانا خالص بالزبدة والملح والكزبرة اهو. هنزود بقى معانا الشوربة. الشوربة يا جماعة هنا كانت لسه سخنة ما بردتش، ويستحسن كمان تكون لسه مغلية. كل ما يكون الرز معانا بنعمله اي رز ما دام هنحط معاه اي شعريه لسان العصفور اي حاجه، من الاحسن ان احنا تكون الشوربه لسه مغليه اهو. طبعا انت بقى عارفه معيار الرز بتاعك هيحتاج قد ايه من الشرب اهو. يلا هوريهولكوا، هتسيبه بقى يتشرب مع نفسه وما يخلص هرجع اوريهولكوا تاني. وهنا خلاص كان الرز بتاعنا اتشرب خلاص وهدينا عليه بقى نسيبه مع نفسه بقى يتردد كده اهو. ريحته جميله جدا جدا من الكزبره اللي احنا حطيناها والشوربه، طبعا يعتبر هي مرقه كده خلاص مع نفسها ولسان العصفور واللحمه في الفرن. وهنا كمان خلصنا الطبق السلطة بتاعنا. وهنا يا جماعة الشوربة اللي اتبقت منها مع بقية اللحمة، احنا طبعا احنا قلنا احنا طبخنا اللحمة كلها مع بعضها، انما احنا ما حطيناهاش كلها مع الخضار عشان بلاش كل كيلو نعمله بشكل واحد بس، لا احنا هنشكل منه يبقى صنفين مع بعض. فهنا الحبة اللي اتبقوا مع قطع اللحمة هي هنسيبها نعملها بطريقة تانية. لو انتوا حابين تشوفوها معانا اكتبوا لها في التعليق واحنا نعملها برضو مع بعض. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليق لو انتوا حابين تشوفوها تاني مع بعض هنعملها بطريقة تانية غير الطريقة اللي احنا عملناها النهاردة في الفرن. ويلا بقى نكمل بقية فطارنا برضو. وده كده شكلها النهائي اهو.
ريحتها جميلة جدا، والبطاطس والخضار اللي فيها كله استوى خالص، وهي كمان اهو استوت، دابت خالص في البق يعني. لو في اطفال كمان مش عارفه اعمل عشان سخنه، هوريكم وانا بغرف. احنا خلاص خلصناه اهو، هنغرف الاكل وارجع اوريكم تاني بعد ما احنا معنا واحنا بنغرف. خلاص احنا خلصنا فطرنا. ديت هنا البطاطس باللحمة بتاعتنا، وعملنا لسان العصفور، وعملنا طبق السلطة بتاعنا ومخلل، وهنا الرز بلسان العصفور، جربوه والله هتحبوه أوي أوي أوي، والسلطة. وعملنا هنا الحلو بتاعنا كريم كراميل اهو. هنا حطينا كريم كراميل وحطينا عليه بس فول سوداني وجوز الهند، وده الخشاف بتاعنا. ده طبق اليوم بتاعنا. يا رب يعجبكم. ويلا بقى نشوف اللحمة والبطاطس استوى ولا لا. هنطلع بس كده واحنا معانا اهو. اهو اللحم بطاطس اهيت استوت معانا خالص. ونطلع حتة من اللحمة كمان اهو. اللحمة يعتبر دايبت معانا خالص اهوت. هي بس الوش بتاعها عشان الفرن عمله، بس هي استوت معانا خالص اهيت. السوي اللي احنا نعرف ناكله، مش مهرية اوي ومش جامدة خالص. ده شكل الاكل معانا. يا رب يعجبكم. وما تنسوش زي ما اتفقنا، لو انتوا عايزين نكمل بقية اللحمة معانا، اكتبوا لنا في التعليق واحنا هنعمله مع بعض. يا رب تكون سفرتنا النهارده عجبتكم. في سفرة بسيطة ما فيش فيها تكاليف كتير. احنا اتكلفنا بس حق كيلو اللحمة، وعملنا منها من نص كيلو اللحمة عملنا الصينية اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت. يا رب تعجبكم يا رب. ولو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لنا تعليق. كل سنة وانتم طيبين. يا رب ينعاد علينا الأيام بالخير. يا رب كل سنة نبقى في زيادة مع بعضنا، ما ننقص أبدا، كل بيت يزيد ما يقلش في أي حد نهائي. دايما نبقى حاسين بالسعادة في بيتنا، سعادة بالرضا اللي احنا عايشين في حياتنا بصحة وبسلام، بسعادة في ولادنا. ولو تنسوناش في اللايك والتعليق عشان يوصل لكم كل جديد مننا. وكل سنة وانتم طيبين. وألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. جربوا الوصفات اللي احنا بنقولها لكم ده، هتعجبكم جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين.